اهلا بيكم. كلنا عارفين ان ادوات تنظيف الاسنان العاديه بدايه من الفرشه زي ما شرحنا في فيديوهات سابقه قبل كده. وطبعا لو انت مشفتش الفيديوهات تقدر تروح القناه تشوف كل الفيديوهات السابقه، وقبل ما تشوف الفيديو ده تنزل تعمل لايك واشتراك في القناه وشغل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا. شرحنا قبل كده في الفيديوهات السابقه بوضوح كل حاجه عن اللايف ستايل بتاع اسنانك، بدايه من الفرشه وانواعها، ايه الفرشه اللي تستخدمها تكون مناسبه مع صحه اللثه والاسنان عندك، بعد كده مرورا بالمعجون، معجون الاسنان وانواعه وانسب حاجه تمشي مع اسنانك وصحه اللثه عندك، ومرورا بخيط الاسنان وانواعه واشكاله وامتى تستخدمه وازاي تستخدمه. كان اخر الفيديو عملناه عن غسول الفم وانواعه وقد ايه هو بيأثر على صحه اللثه والفم وريحه الفم ونظافه الفم. النهارده هنتكلم عن شويه ادوات بسيطه بعض الناس بصلها على انها رفاهيه او مش حاجات اساسيه، لكنها هتفرق جدا جدا في ريحه الفم ونظافه الفم وثقتك في ابتسامتك وثقتك في نفسك جدا. النهارده على قناتنا اسنان اونلاين هنتكلم على شويه ادوات بسيطه بس فعاله جدا. انا معاكم دكتور عمرو ودي قناتنا اسنان اونلاين. أول أداة عندنا من الأدوات البسيطة هي فرشاة ما بين الأسنان أو الانتردنتال براش. اتكلمنا عنها قبل كده في الفيديو بتاع الفرش، ولكن النهاردة هنتكلم عنها بالتفصيل شوية. فرشاة ما بين الأسنان بتجيب بواقي الأكل وبتنظف ما بين الأسنان وتوصل للأماكن اللي مستحيل الفرشة العادية توصل لها. بعض الحالات بيبقى عندها فراغات كبيرة شوية ما بين أسنانها أو ما بين ضروسها أو مركبة تقويم أو عاملة تركيبات. كل الحالات دي ينفع معها الفرشات ما بين الأسنان، لأن تركيب الأسنان خاصة اللي هو الكوبري ده بيحتاج تنظيف بطريقة معينة، وطبعا تقويم الأسنان هيكون محتاج الأداة دي بالتحديد عشان تنظف جهاز التقويم كويس أوي. فرشاة ما بين الأسنان بتستخدم مرة واحدة يوميا بعد الغسيل أو بعد غسيل الفرشة والمعجون على طول أو قبل النوم. وانت بتجيب فرشاة ما بين الأسنان أو بتشتريها تختار حجمها، ما تكونش ضيقة قوي فتكحت اللثة ولا واسعة قوي فتجرحها أو تعورها. فرشاة ما بين الأسنان لما تيجي تشتريها مش هتجيب واحدة طبعا، هتجيب طقم كامل لأن كل سنة وليها مقاسها. هتجيب طقم كامل وتشوف كل سنة مقاسها إيه وبتستخدمها. الأداة التانية معانا وهي قاشط اللسان تانج سكرابر، ودي هتفرق قوي مع الحالات اللي بتشتكي دايما من ريحة فم. تخيل ان 70% من ريحة الفم بتيجي من البكتيريا اللي على سطح اللسان. اهو القاشط ده وظيفته انه يشيل الطبقة دي خالص بلطف، طبعا بيشيلها من ورا لقدام، بيشيلها بطريقة لطيفة جدا جدا وبيزيلها تماما. جرب تستخدمه ولو مرة واحدة الصبح بعد غسيل الفرشة والمعجون وهتحس بتغيير في ريحة الفم فورا. بعض الحالات تقول لي وانا لازم اشتريه، انا عندي فرشة، في فرش بتبقى مخصصة لكده، سايد منها ناحية منها بيبقى الغسيل الاسنان والناحية التانية بيبقى المكان مخصص لكحت اللسان او تنظيف اللسان. مفيش مشكلة، تقدر تستخدمه عادي جدا جدا في تنظيف اللسان. الأداة اللي بعد كده هي خيط الماء أو الووتر فلوس، ودي الأداة اللي بعض الناس فاكراها لعبة أو مجرد رفاهية، لكن الحقيقة إن خيط الماء هو أداة ممتازة جدا جدا للحفاظ على صحة الأسنان واللثة. بيستخدم ضغط الماء البسيط بتاعه ده في التنظيف ما بين الأسنان وتحت خط اللثة. وطبعا هتكون أداة برضه ممتازة للي عاملين تقويم أو تركيبات أو أي حاجة صناعية في الفم بيصعب على الخيط الوصول للأماكن ديت. خيط الماء بكل سهولة وبكل سلاسة بينظف الأماكن دي. خيط الماء بيخلي تجربة التنظيف تجربة ممتعة مش مؤلمة خالص، لأن هو بعيدا عن كل الأدوات اللي ممكن يكون فيها عنف شوية في الاستخدام. ممكن بعض الحالات تبصله على إنه غالي شوية، بس حقيقة هو استثمار حقيقي. الأداة اللي معانا دلوقتي هي أداة بعض الناس هتستغرب لما نتكلم عنها، وهي المراية الصغيرة. انت لما بتروح لدكتور اسنان بيستخدم مرايه صغيره كده علشان يكشف عليك بيها. المرايه دي ممكن تبقى معاك في البيت، ايوه تبقى معاك في البيت وتستخدمها بطريقه عمليه جدا. هتستخدمها انك تبص على ضروسك الخلفيه اللي انت مش عارف تشوفها كويس، تشوف لو في بواقي اكل او جير متراكم تقدر تشيله ازاي، تقدر تاخد بالك من اي ملاحظات على اسنانك توصلها لدكتور الاسنان. بس دي طبعا بنستخدمها كاداه فحص فقط، ما بنستخدمهاش في اي شكل من اشكال التنظيف او اي حاجه غير كده.
معانا كمان كام أداة صغيرة كده بس مهمين قوي. أولهم مرطب الشفايف، وبعض الناس هتستغرب يعني إيه علاقته بالأسنان أو تنظيف الأسنان. مرطب الشفايف بيخلي الشفايف ما تشققش وبالتالي ما تبقاش مؤلمة. نيجي ننظف أسناننا بعض الحالات أول ما شفايفها تشقق أو تألمها تبعد خالص عن موضوع تنظيف الأسنان دوت. مرطب الشفايف بيخلي الشفايف دايما رطبة وما فيهاش ألم، أقدر أستخدم الخيط بكل سلاسة وأقدر أستخدم الفرشة والمعجون بدون أي ألم. كمان غسول الصفر الصغير، في عبوة صغيرة من الغسول بتاع الفم بناخدها معانا لو احنا دايمين السفر او بنقعد فترة كبيرة بره البيت، تبقى معانا في الشنطة بنستخدمها بعد كل وجبة. وده طبعا بينفع قوي قوي لو انت بتقابل ناس كتير او بتتواجد فترة اطول بره البيت. بعض الحالات بيبقى عندهم ميتينجز كتير او انترفيوز كتير، فبيقابل ناس كتير ومش فاضي بقى الحتة او الوقت بياخده شوية، هينفعوا قوي قوي في الحالة دي. ده بيكون ريحته لطيفة جدا جدا، وميزته انك انت مش لازم تستخدم كمية كبيرة، كمية صغيرة جدا جدا بتخلي الدنيا زي الفل. ومعانا كمان مناديل الفم الصغيرة. مناديل صغيرة بتستخدمها في حالة وان انت الفرشة بعيدة عنك او مفيش مية في المكان اللي انت فيه، تقدر تستخدمها في انك انت تنظف اللسان وتنظف الاسنان وتنظف الشفايف. جميلة جدا وعملية. هي طبعا مش بديل خالص عن تنظيف الاسنان، بس هي بتنفع في مواقف الطوارئ، هتنقذك جدا. في كمان معانا فرشة قابلة للطي، بتتني كده او بتطبق، بتاخدها معاك برضو. دي حاجة كده سريعة وعملية لو انت بره البيت وبتغسل اسنانك بصورة مستعجلة شوية، فدي بتنفع وبتاخدها معاك في اي مكان تروح. مش كبيرة في الحجم وما بتاخدش حيز في انك تعينها في اي مكان، ممتازة جدا جدا بعد الاكل بره البيت. معانا كمان حاجة مهمة قوي قوي وهي اللبان اللي بدون سكر. اللبان اللي بدون سكر ده، بس اهم حاجه طبعا يكون بدون سكر عشان ما يأذيش الاسنان ولا اللثه. اللبان اللي بدون سكر ده ميزته ان هو بيزود افراز اللعاب، واللي بصوره طبيعيه جدا بينظف الاسنان وكمان بيقلل الحموضه بعد الاكل. وطبعا باكد تاني انه ما ينفعش يبقى فيه سكر لانه كده هيجيب العكس. كل دي ادوات صغيره بس فرقت في روتين الاف الحالات. تقدر تقرر تستخدم حاجه واحده منهم بس النهارده وهتشوف الفرق بنفسك. الخلاصة يا جماعة في تنظيف الأسنان، الفرشة والمعجون والخيط والمضمضة، الحاجات دي أساسية في تنظيف الأسنان، لكن في حاجات تانية لو استخدمتها وضفتها لروتينك اليومي هيفرق جدا معاك. احنا كده بنختم معاكم سلسلة الأدوات اللي بتستخدم في تنظيف الأسنان، وهنبدأ بعد كده في سلسلة فيديوهات ازاي نستخدم الأدوات ديت وازاي نتابع كويس جدا جدا صحة الفم والأسنان معانا. كل الأدوات اللي احنا شرحناها في الفيديو دي، كل أداة من دول ليها دور مهم قوي قوي. لو استخدمتها استخدامها الصح وفي وقتها الصح هتفرق معاك جدا. فكر تقرر تستخدم أداة واحدة منهم من النهاردة وهتفرق معاك من أول أسبوع. وفي النهاية ما تنساش ابتسامتك عنوانك. كنت معاكم دكتور عمرو ودي قناتنا أسنان أونلاين. أشوفك الفيديو الجاي. سلام.